السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا، واهلا ومرحبا بكم في قناة ثابت شعبان ودنيا. سواء تعرفنا ما تعرفناش، صلى على النبي واعمل لايك للفيديو. لأول مرة بتشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا فكرة الفيديو بتاع النهاردة هي اتنفذت قبل كده وانا اتفرجت عليها بصراحة عشان اكون صريح معاكم بس، وعجبتني واحنا قررنا ان احنا ننفذها النهاردة. ايه هي فكرة الفيديو؟ فكرة الفيديو ان احنا كل حد فينا هيقول موقف مثلا، واحنا نخون ايه واحنا نخمن بقى اذا كان صدق او كذب. يعني مثلا هي تقول موقف هي تقول موقف وانا اخمن اشوف اذا كان ده صدق او كذب، وهي كمثل. اضحك عليا مش مشكلة. خلينا نخش في فكرة الفيديو على طول عشان خاطر ما نطولش عليكم، وخلينا اشرح لكم اكتر برضه عشان خاطر ايه لو في حاجة. انت طيرت كل حاجة من دماغي. عشان لو حاجة عدتني ولا حاجة كده او كده هي تخش معاكم برضه في الموضوع. خلاص بقى. مش قادرة. بصي يا جماعة، فكرة النهاردة عبارة عن عبارة عن رخامة وغلاسة وتبات. اوعي. هو زمان فهمتكم كده يا جماعة. فكرة الفيديو هو مين فينا الكذاب، اللي هو كل واحد فينا يقول موقف والتاني هيخمن اذا كان كذب او صدق. وكل موقف مثلا انا مثلا ليا 1-0، هي لها 1-0، وفي الاخر الكسبان هيخلي الخسران يقول له سر. لا سر، لا. هتقول سر عني؟ وانا اقول سر عنك؟ أنا لا مش هنقول سر مش محدش يقول سر عن التاني. كل واحد يقول سر عن نفسه محدش يعرفه. يعني مثلا لا انا اعرفه ولا انتوا تعرفوه ولا اي حد يعرفه ولا كان عايز يعرفه لحد، بس هو هيضطر ان هو يقول السر ده بأمانة كعقاب مثلا. وده بصراحة فكرة ان الواحد في الاخر يقول السر ده محمساني الفيديو بطريقة فظيعة. انا عن نفسي متحمسه. انا كده ما بكذبش، او لو كذبت يعني كذبه بيضه كده، واقول كل حاجه بصراحه عادي يعني. ايا كان كذبة بيضة كذبة ما سودا. شاء الله. انا شخصيا لو خسرت والله هقول لها سر. او بص، هو مفيش حاجه في دماغي دلوقتي حاليا او مش فاكر اي حاجه، بس هحاول ان انا افتكر حاجه كده ما كنتش معرفها لحد او ما كنتش عايز اعرفها لحد، وهحكيها قدامكم لاول مره. واي حد عنده فكره عايزين نعملها يقولها لنا، او فيديو تحدي مقالب اي اي فكره حاجه فيديو احنا بنقرا كل قولها لنا واحنا الكومنتات نعملها وبنعلق على اي وبننفذ. كومنت. يعني اي كومنت بيجي لنا احنا بنقراه اي وبننفذ تحدي الافكار اللي عايزه، بتجيلنا. اي فلوج عايزينه، اي مقالب عايزينها، اي فكره جت في دماغكم حابين أي قولها وإحنا ننفذها نعملها. اكتبوها لنا بس في تعليق، واحنا بنقرا التعليقات وبننفذها على طول. وانت بتتفرج علينا دلوقتي كده تبخلش علينا بلايك. يعني انت وانت قاعد بتتفرج على وكومنت كده حلو مش كده. يا سيدي يا لايك صغير كده بصباعك كده، مش تخسر حاجه كده تتفرج كده لايك كده وخلاص. الله يلا يعمل اعمل لايك. معانا لايك بقى. يلا نخش على الفيديو. يلا مين اللي هيبدا؟ ابدا انت. لا ليديز فيرست يا باشا، اتفضل. لا لا. يلا قولي. طب قولي انت. ما هو انا مش مجمع بصراحه اي حاجه دلوقتي. قولي بس على ما افتكر لك موقف كده. ماشي. دوري بقى. طيب على فكرة أبوك اتصل بيا قبل كده وقال لي أنت تحاول تجيلي البيت ضروري عشان نخلص الموضوع ده. الموضوع اللي احنا نخلصه إن احنا نفركش الدنيا بينا وبين بعض. اتصل بيا باباك اتصل بيا قبل كده وقال لي تحاول تجيلي ضروري عشان كل واحد فينا يروح لحاله. حصل. والمصحف حصل. أيوه حصل. طب امتى؟ أيام الخطوبة. بقاله قد ايه كده؟ من سنتين ونص حاجة لا سنة أو سنة ونص في الحدود دي. 2.5 ولا 1.5 سنة؟ هو حصل وخلاص أيام الخطوبة، والله العظيم حصل. هو حصل فعلا. كان في حد، انتوا عارفين ان محدش هيخلى ولا يخلص من كلام الناس. كان حد اتكلم مع نسايبي وقال لهم ده ثابت. أقول أنا؟ قولي. هو عادي انا وانت. المهم كان قال لهم ان ثابت يعني ايه بيكلم بنات او ماشي مع بنات مع فلانة الفلانية، او يعني حد. أيوة. ربنا ما يبعد الناس عننا ويبعد عننا وعن كل الناس الوحشين. تعرفون خربين البيوت كتير بقى. بابا بعت له رسالة على الواتساب الأول
تمام. لا رن بصراحة عليه. عشان ما نظلموش، هو اتصل بيا الأول مرة واتنين وتلاتة، أنا ما اتصل، أنا ما ردتش، بس كان في، أنا من النوع اللي لما كان بروح في الشغل، مشاكل اصلا. أنا لما بروح الشغل مش باخد التليفون معايا، فهو اتصل في الوقت اللي أنا فيه في الشغل وما سمعتش المكالمات بتاعته، ولما ايوه رجعت أنا حصل. ما اتصلتش بيه. ففتح بعدها بكام يوم، فتح الواتساب بالصدفة لقيته سايب لي الرسالة دي فويس كده، سابت لو سمحت كده بنفس النص كده، سابت لو سمحت انت تجيلي بكره ضروري عشان نخلص الموضوع ده، وكل واحد يروح بالادب والاحترام وكل كده. واحد يروح لحاله، واحنا اهله وحبايبه، مفيش اي حاجه. انا اتصدمت هو وخدت بعضي ديمقراطي يا جماعه. ورحت وفهمته، كان سوء تفاهم يعني، وفهمته له الحمد لله عدى على خير. الحمد لله خلاص اجنا. يلا دورك. كنت انا لسه عند ماما في البيت، وكان في رحله طالعه مع اصحابي، وما رضيتش اقول لك عليها عشان عارفه لو انا قلت لك عليها مش هتوافق ان انا اطلع، وطلعتها من ورا. طلعتها من ورايا؟ ما حصلش، ما حصلش. صح. لان هي بالفعل لو جت مره فلتة كده وعملت حاجه كده من ورايا وجت تتكلم معايا، انا بعرف اصلا من طريقه كلامها، ما بستناش ان حد يقول لي الكلام من ده. بعرفش اني فاضي. بيبقى في موضوع يعني في مناقشه كده بيني وبينها، انا بقوم في النص كده موقفها، لكن هو ما شاء الله حصل كذا كذا بالظبط، مم. بالظبط كده. اه. يبقى كده النتيجه 2-1. 2-1 مظبوط. دوري. طيب تعرفي ان انا في مره كنت ماشي او كنا ماشيين، كنت انا واصحابي وبتاع، كنا ماشيين والشرطه وقفتنا وفتشونا واحد واحد وشموا بقنا واحد واحد وطلعوا المحافظ بتاعتنا وقعدوا يفتشوا فيها وقفوا كده وبتاع، في الاخر رحنا معاهم القسم وبيتنا وطلعنا تاني يوم روحنا. ايه حصل يعني؟ مش فاهم. حصل. اعرفك انه حصل. عشان الموقف ده حصل. ايه اعرفك اللي حصل. انت كنت في شرم الشيخ لا مش في شرم الشيخ، هنا في دمياط. لا ده موقف شرم الشيخ، ده كان موقف تاني خالص، انا بتكلم هنا في دمياط. كنا ماشيين وشباب صحابي ووقفونا الحكومه وفتشونا واحد واحد وطلعوا المحافظ بتاعتنا ومش عارف ايه وكلام من ده، قعدوا يشموا بقنا وفي الاخر خدونا وبيتنا، او ان احنا رحنا بيتنا عندهم وطلعنا تاني يوم مشينا. ما اظنش ان حاجه زي دي حصلت وانا معاك. ما حصلش؟ لا. اه؟ لا. طب هو حصل عشان احنا كنا يوم عيد، كنا يوم عيد يا جماعه، كنا بعد صلاه يعني كنا بنصلي، الكلام ده قبل ما اخطب. قبل ما اخطب. طيب انا ذنبي ايه؟ انا بتكلم. بسالك قلت لي ما حصلش. لا انا بقول لك ما حصلش واحنا مخطوبين، ما لا حصلش حاجه بس من دي هو وانا حصل. موجوده. لا هو حصل. انا بتكلم عن ان انا موجوده في حياتك. انا مش فيه لا يا بابا. مش كده، انا دلوقتي انا موقف حكيتهولك وانت بتخمني حصل ولا ما حصلش، انت خمنت ان هو ما حصلش، هو حصل. كنا يوم عيد وبعد صلاه عيد وبتاع، وكنا ماشيين انا وشباب صحابي، بس هو الموقف ما كانش بالظبط كده. كان في شويه شباب مش من هنا من دمياط كانوا نازلين هنا، كانوا رايحين راس البر. احنا يا جماعه راس البر اللي ما يعرفش موجود عندنا في دمياط، كان في شله بنات ماشيه كده وشله شباب ماشيه وراهم عمالين يعكسوا فيهم. كانوا بيعكسوا فيهم، واحنا شفنا الموقف، البنات متضايقه مش عارفين يمشوا منهم، واحنا شايفين الموقف يعني خلتنا الشهامه والرجوله بقى وبتاع، ومسكنا في العيال وانتوا ازاي تعملوا كده وانتوا منين ومش منين، طلعوا ان هم مش من هنا. احنا كنا في ميدان، كان في الميادين كده مكان بيقعد فيه او كرسيين او كرسي بيقعد فيه ضابط او رتبه كده والعساكر حواليه. شافونا من على بعد جاري علينا مسكونا قفش ومش عارف ايه، العيال اللي مش من هنا مشت، واحنا اللي رحنا معاهم القسم وبيتنا وطلعنا تاني يوم. يعني احنا كنا بنعمل يعني، انتوا متخيلين الموقف؟ ايوه. كنا بنعمل خير اقسم بالله لله، شباب بتعاكس بنات، احنا رحنا انتوا منين وما ينفعش وايه خلونا احنا والحمد لله، وروحت تاني يوم. كده 2-3-1. 3 بيراجع الفيديو تعرف ان كان فين الاول 2 كده 3-1. ماشي. دور. كان في يوم ولاد اختك عندي وكانوا بيتعفرتوا وما كنتش طايقاهم ولا طايقه نفسي، طردتهم وقلت لهم روحوا عند امكم هنا في البيت. او امك واختك ما رضوش يقولوا لك، وكانوا زعلوا مني في الموقف دوت وخدوا مني جنب. ما حصلش، كذابه قبل ما تكملي. ليه؟ ما حصلش يا جماعه، لان لما اولاد اختي لما بيجوا هنا، انا عندي ابن اختي مالك الصغير ده يعني لسه تمام سنه قريب، يعني كان هي يعني بتعمل حاجات كده مخصوص عشان انا اجيب لها مالك،
ويعني وممكن بيتكلم اخت مخصوص يبعت لي محمود ومالك. محمود ما شاء الله كبير مش صغير يعني، تبعت يوم الاثنين تقعدوا انا معانا. في اليوم ده كنت ما مخنوقه حصلش، ومش طايقاهم ما حصلش، وطردتهم. ما حصلش والله، ما حصل. كذابه كذابه يا بنت، وبان في عينيكي والله العظيم. انا ما صدقش لا لا ما حصلش طبعا، ما صدقش. كده ما حصلش. كده 4-1. ايوه 4. يا دين انت بانك هتقول السر قبل ما في الفيديو. كده الحمد لله ان انا خلعت من ان انا افشي على السر عندي، او ان انا اقول سر عندي مش عايز اعرفه. كده اللي لبست الموضوع. طب هقول ايه بقى؟ سر في حياتك او سر عندك ما كانش او ما حدش لحد دلوقتي يعرفه، ما كنتش ناوي تعرفيه لاي حد، لاول مره هتقوليه قدامي قدام الناس. سر محدش ابدا يعرفه وكنتيش ناوي تعرفيه اي حد، ودلوقتي هتقوليه لاول مره. بصراحه هحكي موقف، بس كده انا هشرد الناس. على صوتك بس. هشرد الناس ولا تتشرد. الموقف اللي انا هحكي عنه اللي انا كنت مخبياه. طب قولي. كنت انا في المدرسه. هشرد الناس. قولي. كنت انا في المدرسه وكان ليا واحده زميلتي صاحبتي قوي بحبها، ربنا يمسها بالخير يا رب ويخلي لها ابنها. جوزها ده كانوا اهلها كان في مشاكل وكده وكانت هتسيبه وكلام ده، ما كانوش برضه ان هم يخرجوها معاه. والله. ايوه. فبعدين هي كنت انا عند مامتها وعند اخواتها، يعني هم كانوا 3 بنات انا الرابعه بتاعتهم، ومامها كانت بتصدقني قوي 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 دونا عن الشله كلها. فالمهم استأذنت مني وقالت انا هخرج معاه ههرب من المدرسه. رحت قلت لامها؟ لا ما رحتش قلت لامها، انا هقول لك. قالت لي انا هروح هخرج مع فلان. قلت لها ما ينفعش تخرجي معاه من وراهم، لازمتها ايه؟ قالت لي عشان ما بيخرجوناش وما اعرفش ايه، كانوش بيقولوا لي غير يا كوكو، عشان خاطر يا كوكو هخرج معاه. قلت لها تمام ماشي، بس ما تغيبوش وخلي بالك من نفسك وكلام من ده. ده اول مره خرجت، استنيتها المدرسه كلها خرجت، انا فضلت واقفه لحد ما هي جت ورحت وديتها لامها وقلت لها كنا بنصور ورق المدرسه عشان انا الامينه بتاع الفصل، فانا اللي كنت مسؤوله عن كل حاجه. قلت لها يا طنط اتاخرنا عشان كنا بنصور ورق المدرسه وكده. قالت لي ماشي يا كوكو ما اعرفش ايه، وقعدت تتكلم معايا شويه وضحكنا وهزرنا. بعدين ما عرفتش حد؟ ما عرفتها الدنيا كلها. يعني انت فضلت ساكته ده كله وجيت النهارده في فيديو تفضحوها قدام الدنيا كلها كده؟ ما هو خلاص صاحبتك اللي قفشت عنك صاحبتك، انا كنت المفروض تقول سر عن نفسها بس هي قفشته عنك. انت مين بقى صاحبتك؟ لا طبعا هقول اسمها. ايوه مين عشان لا امها لا تعرف ونراجع. لا يا حبيبي، ما امها عرفت في الاخر بقى. جت في مره تانية قلت لها لا انا ما عدتش مسؤوله، ما اضمنش يجرالك ايه، انا خاليه مسؤوليتي من الموضوع ده، بس والله 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 يا فلانه لو امك او حد من اهلك سالني فلانه فين اقول لهم عملت كذا 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 كذا. ده مش سر عنك. وكده هي صدقت معانا بس ما صدقتش عن نفسها، قفشت عن صاحبتها. لو حبينا نعمل جزء تاني للفيديو ده عرفونا في الكومنتات واحنا هنعمل جزء. لو مش حابيننا برضه عرفونا. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو عشان انت كده بتدعمنا. وفي اخر الفيديو بنقول السلام عليكم. السلام عليكم.